الجولة النهاردة مختلفة شوية. النهاردة مش في العاشر، النهاردة هنشوف الشروق. انا كنت في الشروق، عجبتني جدا جدا. ليه جهاز الشروق زي ما جهاز مدينة الشروق ما مجملها بالجمال ده. عايزة اقول في نظام حلو قوي قوي، مشجر مساحات حلوة قوي، مستفيد بالمساحات بطريقة حلوة جدا. عامل مكان المول لجنب والمباني في جنب كده، والمباني ما فيش مبنى فاتح محل تحته، لا المباني بسور مقفلة. المساحات مش كبيرة قوي. شفت فيلا واحنا ماشيين كده مساحتها مش كبيرة قوي، بس حاجة تحفة جدا صراحة. حلوة قوي 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 الشروق، تحفة. فليه جهاز العاشر من رمضان ما يهتمشنا بالشروق، ما يهتمشنا بالمدينة زي ما جهاز الشروق عامل في مدينة الشروق. كل ما تطلع مدن جديدة تبقى احلى. طيب انا سمعت كمان ان الشروق الاسعار فيها مقاربة للعاشر من رمضان، مش غالية قوي ماشي، وبالعكس وفي اماكن كمان ارخص من العاشر من رمضان. انا كنت هنا في الاكاديمية جوه، فصورت لكم من جوه الاكاديمية ومن بره كده، وزي ما انتم شايفين شوفوا بقى ده المول لوحده، مش زي العاشر كده كل واحد تحت بيته وفتح المحلات وضاربها ولا فارق معاه الجهاز، وفاتح محلاته تحت البيت وعادي خالص. لا هنا المولات في جنب لوحدها، ومول يعني خدماتك كلها موجودة في المول ماشي، لكن مباني يعني المبنى يكون على سوره مقفل، مفيش اي تكسير ولا اي حاجة. شايفين هنا ده كله ده كومباوند فيلل كده، حاجة تحفة بصراحة. عجبتني قوي. الشوارع نظيفة جدا جدا، الجهاز مهتم بيها قوي قوي قوي، بمبانيها جدا. يعني هسيبكم بقى تتفرجوا كده، ونتمنى ان جهاز العاشر من رمضان، نتمنى ان جهاز العاشر من رمضان يوضب البلد او ينظف العاشر من رمضان بصورة حلوة قوي، يجملها زي مدينة الشروق. شايفين المساحات الخضراء عاملة ازاي، كمان مستفيدين منجلين وحاطين وردة حلوة قوي، مظبطين الدنيا قوي قوي بجد. تحسوا ان في نظام يعني. حتى كمان التالت وردة مش زي العاشر عندنا كله نجيلة ومتبهدل كده، لا الزرع في الوسط، والاماكن اللي على الجوانب دي بتبقى التالت ورد على الجوانب ده كله للمشي. ده كمان حاجات دي كمان فيلل كده شايفين. انا هسيبكم تتفرجوا، انا بجد عجبني قوي قوي الفيلا، شايفين بصراحة تحفة. شايفين وانتوا طالعين كمان من البلد. ده طبعا كله على اليمين مباني، بس مش عارفة تيجي من كتر الشجر الموجود. شايفين ما شاء الله، شايفين تحفة بجد. نتمنى جهاز العاشر من رمضان يعني يخلينا العاشر تحفة كده زي الشروق، لان كل يعني الشروق الجهاز بتاعها اللي موضبها، العبور الجهاز اللي مخليها تحفة كده. زي ما شفتوا الطرق بتاعتها، حتى الطرق المطبات من اللي هي المسحوبة دي مش زي العاشر. العاشر يعتبر كل الطرق بتاعتها مكسرة، هي بس الأردنية اللي كل يشيلوا ويحطوا فيها. هسيبكم بقى كده تتفرجوا انتوا على الفيديو وتكملوه. طيب في ناس بتقول انت ما دخلتيش جوه، يعني جوه البلد، يعني جوه الشروق من جوه غير كده خالص. لا انا شايفه ان انا وانا داخله كده في الجوانب شايفاها حلوه قوي ونظيفه زي دي. وزي ما قلت لكم شايفين الطرق بتاعتها نظيفه جدا، يعني حتى المطبات مش زي العاشر من رمضان. عندنا الشوارع كلها مكسره ونقر وحاجات كده. شايفين كل بيت عليه سور ومقفل، حاجه حلوه قوي. ده بتهيألي كومباوند، فكل كومباوند قافل عليه بوابته.
لا انا عجبني الشروق، بفكر اروح الشروق واسيب العاشر. من معايا نبدأ نعمل فيديوهات كمان في الشروق، كل ما ننزل كان نصور في مكان فيها جديد. جميلة، انا شايفاها بجد جميلة قوي، رغم ان في ناس كتير بتتصل عليا من الشروق يقولوا عايزين نيجي العاشر من رمضان، وما اجي نقول الاسعار يقولك ايه ده الشروق ارخص من العاشر. فمش عارفة ده حقيقي ولا لا، بس انا عارفة ان الاسعار مقاربة لبعضها. هو اللي غالي شوية عن العاشر العبور غالية وسعرها ثابت. ده كده انا طالعة برا البلد اهوت. طبعا كل اللي على اليمين ده مباني تحف فنية بجد، بس عشان التشجير ده عالي والشجر عالي شوية وكبير فمش مبين قوي. عين معاه بقى ان الجهاز لازم يهتم بالعاشر شويه. الجهاز فعلا لازم يهتم بالعاشر شويه، لازم نهتم بالبلد شويه.